السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا على خير. الله يعطيكم خير هذا النهار إن شاء الله. اليوم غنكمل لكم على موضوع كيفية التعامل مع المراهق والمراهقة. بحال اللي قلت لكم في هذا السن هذا كيكونوا وليداتنا عندهم تغييرات فيزيولوجية، تغييرات هرمونية كتأثر على المزاج ديالهم. فلذلك تلقى ديما المراهق ما فرحانش، ما عجبوش الحال، واخا ما عرفت شنو دير له، تخرجو تعطيه فلوس ما عرفت شنو دير له، ما كيكونش فرحان. ف ولكن ملي كيكون مع صحابو ولا كيكون طاير بالفرحة. هادشي معروف عند المراهقين. السبب هو انه معاك انت راه ما كيمثلش كيما كيحس كي يتصرف مع صحابو. هو عنده داك واحد الرغبة، واحد الإحساس بخصو كيبغي ينتمي، كيبغي يكون جزء شعبي ومرغوب ومحبوب من طرف هذوك الأصدقاء. فكيولي كيدير راسو ديما فرحان وهذا. وكاين البعض اللي كيكونوا شخصياتهم هكا مهزوزة، لأن ما لاقينش الدعم، ما لاقينش الحب، ما لاقينش التفاهم في البيئة ديالهم، في العائلة ديالهم. ممكن عايشين وسط بيئة غير مستقرة، كاين نزاعات، كاين مشاكل مادية، كاين خلافات أسرية، كاين نوع من السلوك ديال الأب أو الأم اللي تيخليه هو مهزوز، ما حش بأنه هو عايش في أسرة محبة. فكيلجأ الأصدقاء وكيبغي يلقى هذاك الحب والقبول والشعبية عند الأصدقاء ديالو. وتما فين كيكون الخطر عليه، لأن كاين اصحاب هكا زعام بزاف تيبغيو يغامروا باش يثبتوا راسهم حتى هما، كيضغطوا عليه. ممكن تا هو يتصرف تصرف خاطئ. بحال دابا المراهقين ممكن يتجمعوا يمشيو يقولوا حنا غادي نشربوا الكول. علاش؟ على ود زعما راه الا شربتي الكول زعما راك كبرتي وليتي راجل، او يلاه نكميو كارو، او الله يستر حتى المخدرات، اشياء عديده اللي ممكن يتعرضوا لها ويكونوا عرضه ليها بسبب الضغوطات ديال الاصدقاء ديالهم. فاهم حاجه هو في هذا السن هذا ولادنا يكونوا قراب لينا، معناها ان نعرفوا هما مع من معاشرين، شكون هما هاد الصحاب ديالهم. الصحاب ديالهم نحاولوا حنا نتعرفوا على والدين الصحاب ديالهم باش نعرفوا هاد الولد ولا هاد البنت مع من كابر وفين كابر، وشنو المبادئ والاخلاق اللي كاينه في داك الاسره. واش هاد الاب والام ديال هاد الصديق او الصديقه واش هما ما كيخافوا على ولدهم، واش مهتمين، واش مربينه مزيان. لان اي حاجه ممكن تاثر على ولدنا او بنتنا الا كان عنده اصحاب السوء بحال اللي كنقولوا. هما ماشي سيئين، ولكن هما تعلموا دي شوز خايبه في البيئه ديالهم، ما لقاوش اللي يرجعهم، ما لقاوش اللي ينصحهم. ولكن حنا الدور ديالنا، حنا عندنا ولد او بنت هو اللي كيهمنا، حنا خصنا نكونوا حريصين على داك الولد ولا البنت، وما نخليوش نكونوا عنده شخصيه قويه باش هو يقد ما ينجرفش والريح اللي جات تديه. يكون تا هو عنده شخصيه، لا قالوا شي حاجه يقول لهم لا مثلا، ولا يخلق شي عذر. ولكن باش يكون عنده هذه الشخصيه القويه، منين غتجي منك ومن من مو وباه اللي هما كيكونوا تيسمعوا له، تيحترموه، تيعاملوا بحال شي حد كبير. دابا لانه ما بقاش دري، حنا كنغلطوا كوالدين، هذا الخطا شائع في العالم باسره، ماشي غير في المجتمعات ديالنا حنا. ان الاباء كيبقاو يعاملوا الاولاد المراهقين كدراري صغار. معلوم حنا ديما واخا يكبروا والولد ولا البنت يولي عنده 40 50 عام، والديهم ديما كيحسوا بهم بحال هما صغيورين، بحال هما ما كيعرفوش. ولكن حنا كيخصنا نتغلبوا على هذا الاحساس، على هذا النوع من التفكير،
ونعاملوهم ككبار. هو طفل من بعد المرات راه كيولي طفل عاوتاني، كيرجع لك وكيولي بحال شي دري وكيلجأ لك، فهمتي؟ ويا ريت يلجأ لك، لأن إلا لجأ لك معناها أنه قريب لك، عارف بأنك كتبغيه مهما يدير مهما يفعل. المهم من هادشي كله اللي بغيت نقول لكم هو هذاك الولاد راهم أمانة ومسؤولية، وهما المستقبل ديال أي مجتمع. فخصنا نطلعوهم سويين. سويين شنو معناها؟ أنهم عندهم أخلاق، عندهم مبادئ، آه، عندهم شخصية قوية، واعيين. الوعي ما كيجيش وينزل، هو راه باقي كيكون الداس ديالو، كيكون التفكير ديالو. فانت كتعرضو الاشياء اللي كتخليه واعي بتصرفاتك انت، بسلوكك انت، بهدرتك انت معاه، بالحديث، بالوقت. ملي كتقول له قرا الكتاب الفلاني، شوف الفيلم الفلاني، كتهضر معاه، كتعطي افكار لان انت عندك خبره اكثر منه، ولكن في نفس الوقت ما كتفرضش عليه، ما كتعطيش اوامر. دابا هذا ماشي وقت الاوامر، هذا وقت انك كتطلب منه باحترام وبايجابيه باش يسمع لك. الا ما درتيش هكا ولدك غيبعد عليك، غيوليو بيناتكم مشاكل، ما غتبقاش تعرف تتفاهم معاه ولا تهدر معاه. هو ديما غيحس براسو ما مفهومش. فالدور ديالك انت، هذا هو الدور ديالك انت، وممكن هذه اهم مرحله في حياه ولدك او بنتك. ملي كتساعدو باش يكون هذاك الشخصيه ديالو، كيكبر انسان مستقر نفسيا، ما عندوش عقد. انا كنحترمو، ما غنضربوش، ما غنغوتش عليه، باش ما يسحبلوش بان من بعد ملي يكونوا ناس في المجتمع، عيالات او رجال، تيغوتوا عليه او تيضربوه، يسحبوا بان هذاك هو الحب. لان حنا كنغلطوا، كنقولوا لولادنا انا كندربك على ود مصلحتك، انا كنغوت عليك على ود مصلحتك. لا، ما كاينش شي حاجه سميتها الضرب او الغوات على ود مصلحتك. انا كنعلمو يكون عنيف، كنعلمو ان الحب كيساوي العنف. هذا غلط كبير، وان شاء الله نهضروا في هذا الموضوع اكثر المره الجايه. شكرا ودمتم بخير، والله يخلي لكم وليداتكم، واسمحوا لي ثقلت عليكم.